يا اهلا وسهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بسكويت اليانسون بطريقه سهله جدا وبسيطه. بصوا شكله عامل ازاي. ده الشكل النهائي بتاعه، هيكون مقرمش معاكي وهيكون محمر بالشكل ده. عايزه اقول لكم الحته اللي انا ماسكاها دي اخطر حته في الصينيه دي بقى، اللي بنتخانق عليها في الكيكه وفي البسكوت وفي كل حاجه، اللي هي الحرف كده اللي قريبه من الصينيه. المقادير عندنا هنا، عندي 2.5 كوب من الدقيق. طبعا دقيق يكون نوعه حلو ومنخول كويس جدا. وعندي هنا كمان السكر. سكر كوباية، معيار كوباية. وعندي كمان كوباية الا ربع من الزيت، زيت حلو. وعندي كمان باكو بيكنج باودر، ومعايا الاربع ورقات فانيليا بالشكل ده، ومعلقه كبيره من اليانسون. اديته شويه تحميصه كده علشان يطلع الريحه بتاعته ويبقى محمص وحلو. ومعايا الاربع بيضات. هناخد المقادير بتاعتنا دي ويلا نبدأ نشتغل. عندي هنا اول حاجة الصينية بتاعتي دهنتها بالسمنة بالشكل ده. تدهنيها كلها بحيث ان مفيش اي حاجة تلزق خالص في الصينية. وتجيبي شوية دقيق، تبدأي ان انت توزعيهم، يعني تخبطيها كده كام خبطة على كل الجوانب، بحيث ان ايه تبقى مفرودة، واكون متأكدة ان مفيش حاجة هتلزق فيها. عندي هنا الاربع بيضات، جبتهم حطيتهم في الخلاط. تقدري تشتغلي بالخلاط او الهاند بلندر اللي يريحك. البيض بتاعك يا اما ابيض يا اما احمر، او 2 و2 زي ما انا ما عملت. لقيتهم بصراحة 2 و2، قلت اشتغل بيهم وامشي حالي. بدأت ان انا اضربهم كده في الخلاط، وهنزل عليهم بالسكر، ووراه كمان الفانيليا بتاعتي. الفانيليا لازم تحطيها مع البيض، علشان لو في اي ريحة زفارة او اي حاجة مش لطيفة في البيض تمنع الموضوع ده على طول. فضيت كده الفانيليا بتاعتي، اديها ضربة على طول عشان السكر يدوب ويبقى تمام معايا. بعد كده الخطوة التانية اللي هنعملها بعد ضربة الخلاط دي، هنجيب كمان اليانسون بتاعنا. طبعا تكوني منقياه لو في حصى او اي حاجة، ولو في قش. وطبعا حمصناه، وننزل بالزيت بتاعنا بالشكل ده على المقادير بتاعتنا. كل ده في الخلاط، والله مش هتاخد معاكي 10 دقايق عمايل، يعني 10 دقايق عمايل في الخلاط. تضربي كده المكونات بتاعتك بالشكل ده. والصينية بتاعتي دهناها اهي وسايباها على جنب. هنا بقى الدقيق هنبدأ ننزل بكيس البيكنج باودر عليه. وهنجيب كمان الخليط بتاعنا، ويكون في ايدك معلقة كده، وتبدأي ان انتي تقلبيها. حطيت الكيس كله. الاول كنت بحط شوية، قلت لا انا احط كله خلاص. تقلبي كده المقادير بتاعتك مع الدقيق بالمضرب او بمعلقة، بس اهم حاجة ان هو يكون بمضرب علشان ما يبقاش فيه كتل معاكي. تفضلي تقلبي كده علشان الدقيق يدخل في الخليط بتاع البيض بتاعك. البسكوت ده بقى من احلى واعظم الاكلات اللي ممكن تاكليها مع وانتي بالليل مثلا مش لاقي حاجه تنقنقي فيها، مع كوبايه شاي، في الفطار او في العشاء، مع كابتشينو، نسكافيه، اي مشروب سخن انتي بتحبيه، تاخدي جنبيه البسكوتيه، هتلاقي الدنيا عال العال قوي. هنا حسيت ان القوام بتاعي تخين كده، قلت لا اخففه شويه بشويه لبن، وبرده هيديله طعم ودسامه كده حلوه. بصي بدأ يفك معايا اهو. بصي القوام بتاعه بينزل من المضرب ازاي. لسه برضو تقيلة، هحط شوية لبن كمان اهو. بصوا هو ده القوام بقى اللي ايه المطلوب، يبقى معايا بالشكل ده. تبدأي تنضفي بقى المضرب بتاعك، وتجيبي الصينية وتنزلي بالخليط على طول في الصينية بتاعتك. عايزة تشتغلي في صينية مدورة، عايزة تشتغلي في صينية مربعة، اللي يريحك. اهم حاجة ان الخطوات بتاعتنا تكون مظبوطة زي ما هي واضحة كده. طبعا في الاثناء دي تكوني بدأتي ان انتي تسخني الفرن
على درجة حرارة 180 عشان تخلصي المقادير بتاعتك، وتقومي مدخلة بسكوت اليانسون على طول على الفرن. تبدأي توزعي كده الخليط بتاعك في كل جوانب الصينية وتظبطيها، وبعد ما تظبطيها كده وتسويها تقومي مديالها هبدتين كده على الترابيزة او على الرخامة علشان تلاقي ان كل حاجة متوزعة مظبوطة زي الكيكة ما بنعملها، وعشان ما تبقاش فيها هوا او مكتومة. اهو بالشكل ده كده. وتاخديها هيلا بيلا وتقومي مدخلاها على الفرن درجة حرارة 180 وتسيبيها من 40 ل45 دقيقة في الفرن لغاية ما تبدأ تستوي زي الكيكة، وتعملي لها اختبار بالخلة تشوفي هتطلع معاكي نضيفة ولا هتطلع فيها عجينة. لو لقيتيها لسه فيها عجينة هتسيبيها شوية. بصوا هي كده خلاص استوت، سبتها المدة بتاعتها قعدت حوالي 45 دقيقة او 50 دقيقة بالظبط. بصوا ده شكلها يدي ان هي كيكة، يعني هي شكلها شكل كيكة. هنا بقى نبدأ نقسمها او نقطعها بالشكل اللي انتوا شفتوه في بداية الفيديو، الشكل اللي هو مستطيلات او مربعات كده، بحيث برضو انها تعمل معاكي كمية وتكون مظبوطة. بصوا الشكل، حبيت ان انا اجيبه لكم من الناحية التانية، التقطيعة تكون بالشكل ده. ونفس الحكاية برضو لو الصينية مدورة معاكي، نفس الكلام لو انت هتضعفي الكمية. عايزة اقولك بقى لو انت عندك الولاد في المدرسة قبل ما ينزلوا بيفطروا مثلا مع كوباية لبن او شاي بلبن، طعمها حلو جدا ومفيدة جدا للاولاد والله، وهتعجبهم. يعني هي كمان طعمها حلو، ممكن ياخدوا معاهم في المدرسة، ممكن لو انت موظفة تاخديه معاكي الشغل في الطريق كده، حاجات تسالي احسن من الحاجات اللي بيكون فيها مواد حافظة وحاجات مضرة دي. بالشكل ده كده خلاص هتتقطع. تكوني بقى مجهزة كمان صاج كبير، صاج الفرن او اي صاج عندك كبير كده، بحيث ان انتي كل اللي انت قطعتيه ده هتنقليه في الصاج بتاعك علشان يبدأ ان هو يتحمر. لازم نحمره او ننشفه بمعنى اصح علشان يدي القرمشة اللي بتبقى فيه. طبعا في الفترة الأخيرة بدأ الأفران كلها تعمل بسكوت اليانسون ده. الأول كانوا بيعملوه في البيوت، يعني جدتي وجدتك كانوا بيعملوه في البيوت، وكان مش معروف بنسبة كبيرة عند الكل، يعني كان نسبة قليلة أوي اللي تعرفه. حاليا لا، كل خلاص الناس بقت عارفة ان بسكوت اليانسون ممكن نجيبه من الفرن او نعمله في البيت، فالدنيا بقت سهلة، ومقاديره زي ما انت شفتي كده سهلة وبسيطة خالص. تبدأي ترصيه كده بالشكل ده. اي حاجة قريبة من الحرف يا جماعة دي هتلاقوا فيها طعم كده غريب، اللي هو تتمني ان الصينية كلها تبقى حرف. احنا بنسميه الحرف، حرف الكيكة او حرف البسكوت، بيبقى طعمه مميز جدا جدا ومتقرمش كده. الناس اللي بتحب الحاجات المقرمشة او اللي بتعمل خرافيش كده في البق دي بتبقى تحفة. بصوا كده احنا حطينا خلاص الكمية بتاعتنا، هندخلها يدوب من 5 ل7 دقايق تقريبا في الفرن، نتأكد ان هم خلاص خدوا تحميصة حلوة. تقلبيها وتحطيها على الوش التاني وتدخليها برضو الفرن وتاخد التحميصة على الوش التاني. بصوا شكلها تتقلب كده، شكلها تحفة. عايزه اقول لكم بقى الطعم كمان روعه والله، جربوه وقولوا لي رايكم في التعليقات. يعني انا هستنى تقولوا لي اما جربتوه طعمه كان ايه معاكم. طبعا سامحوني على الايموشنز الكتير علشان ايد ماما كانت باينه في الفيديو. ده كان الشكل النهائي بتاع بسكوت اليانسون بتاعنا.
يا رب تكون الوصفة سهلة وبسيطة وتقدروا تنفذوها معايا وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ومستنيه رأيكم كمان في التعليقات علشان اعرف عملتوا البسكوت اليانسون ولا لا. بصوا الجمال، بصوا العظمة، بصوا القرمشة، حرف البسكوتة اوعي تنسيه. بصوا القرمشة بتاعته شكله مقرمش ازاي. جربيها وبجد مش هتندمي. نشوف التانية دي بقى من النص، دي نص الصينية. حلو جدا جدا جدا. شكرا ليكم على حسن المتابعة، واستنوني الفيديو اللي جاي بوصفة جديدة وطريقة جديدة وان شاء الله تعجبكم. مستنية اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.